درج ب 99% فايزين على الجزائر. اللي بدي احكيه اسباب بسيطه. اولا اللاعب الاردني سر هاي النسبه العاليه كابتن جدا. شو السر؟ هلا بحكي لك. اولا احنا اللاعب الاردني الجميل جدا انه مستفز كويس. هم تم الاستفزاز للاعب الاردني، وبتذكر الكابتن موسى التعمري الرد عليهم، وهذا الجو العائلي اللي موجود في المنتخب الوطني، وانا اعتقد انه الان موسى شغال على هذا الموضوع من قبل كاس العالم مش من الان. من نزار الرجدان، وهون شغل علي علوان في التحضير، والحمد لله رب العالمين علي علوان الان بقمه مستواه، والان الحاله المعنويه بمر فيها عالي جدا جدا. هلا ممكن علي علوان يلعب على الطرف، يمكن يلعب يجيك الفخوري يلعب مهاجم، ولكن في شفنا لا مركزيه بالاداء. احيانا كنا نشوف موسى التعمري، وهذا شيء مميز في المنتخب، حتى انت تخلط الاوراق على مين؟ على منتخب الجزائر. فبالتالي انا شايف منتخبنا ان شاء الله باذن الله تعالى اذا الكرات الثابته الدفاعيه ضربنا عليها وركزنا عليها الدفاعيه بشكل محترم ونقلل الاخطاء، هاي شيء مميز. يزيد ابو ليلى انا متاكد الثقه عاليه بيه، راح تكون ثقه مطلقه بهذا الحارس، وقدامه خط خماسي مميز جدا. انا شايف منتخبنا باذن الله تعالى انه قادر بالتحولات، وكل ما زاد الوقت هذا شيء مهم جدا، كل ما زاد الوقت والنتيجه ان شاء الله نسجل، ولكن اهم شيء ما نتلقى اهداف في الشوط الاول. كل ما مشى الوقت كل ما الجزائر فتح الملعب بشكل اكبر، لانه عارف الجزائر اعلاميا واللاعبين والمشك المنتخب انتقادات شديده جدا على المنتخب الجزائري، تكتيكيا راح نستخدمها احنا بشكل جيد، وان شاء الله باذن الله تعالى احنا قادرين. مفاتيح اللعب عندنا مميزه جدا ان شاء الله. كمان شيء اخير بدي احكي بالنسبه للمباراه، التبديلات ان شاء الله نستخدمها. التبديلات لما كانت 5 تبديلات تستخدم لهدفين بالتكتيك، الجانب البدني والجانب التكتيكي. فبالتالي حتى تظل انت اكيد هذا بده يكون تواصل ما بين المدير الفني ومدرب اللياقه البدنيه، في جي بي اس مع اللاعبين، مين اللاعب اللي عنده استشفاء سريع، مين اللي بصير عنده استشفاء اقل، مين النبض عنده بيعلى لما ينزل بيطول. اكيد هذا بيكون تواصل، هاي مهمه جدا في كاس العالم. مباريات تبديلات احيانا بيكون تشاور سريع جدا حتى نستفيد بالجانب البدني باكبر عدد ممكن من الدقائق اللي يكون لاعبينا فيها بجرسف بفت عالي جدا، نستثمرها بشكل كويس. عندنا العزايزه اكيد نستخدمه بوقت اطول ان شاء الله، مميز جدا. عندنا مرضي كمان اذا بلش مميز، اذا كان الفخوري حب ينزل الشوط الثاني في طاقه اكثر كلاعب شاب بدها لاعبين خبره. فانا شايف ان شاء الله باذن الله تعالى منتخبنا بلا ضغوط قادر باذن الله تعالى يحقق التاهل باذن الله تعالى. وانا شايف الوضع العام لمنتخبنا افضل من الوضع العام لمنتخب الجزائر، رغم اللي بتحدثوا عن النجوميه، ولكن منتخب لم يظهر بهويته نهائيا، وصعب الهويه هاي تيجي بيوم ليله. اكيد صار في حديث في المنتخب الجزائري انه التبديل التشكيل يمكن عموري ينزل، يمكن محرز ينزل، ولكن كمان مش راح يعني اللاعبين هذول اصحاب خبره، ولكن معدل الاعمار مثلا محرز عالي، معدل الاعمار عندنا النشاط عندنا اعلى. الجانب البدني انا بشوفه باذن الله تعالى راح يكون لصالح منتخبنا. العوامل في المباراه انا باذن الله تعالى تكون لصالح منتخبنا الوطني باذن الله تعالى. يا رب. كابتن ماهر، يعني بشكل عام شوف انا بشوف الايجابيات بالنسبه لمنتخبنا الوطني في مباراه الجزائر ايجابيه، بمعنى لازم نستغل تكتيكيا حاله رده فعل المنتخب الجزائري من خلال طريقه لعبه واسلوبه. هو الان تحت الضغط العالي، وهو الان بده بحاول انه يعني رده فعله راح تكون شويه سريعه او متسرعه بعض الشيء. احنا كمنتخب وطني من المفترض طبيعي جدا، واكيد الكابتن جمال سلامي اكد على هاي المواقف تكتيكيا، انه احنا لازم يكون عندنا صبر كبير داخل ارض الملعب، التمركز لازم يكون على اعلى مستويات، ونلعب على اخطاء الفريق المنافس. بمعنى هم عندهم اظهر اثنين زي ما تفضل الكابتن ديان وتحدث عن بالغالي، دائما هو بيصعدوا الاظهره دائما مع بعض، ولاعبين الوسط عندهم قوه وشراسه من الناحيه الهجوميه. احنا يفترض يكون عندنا يقظه ويكون عندنا تمركز عالي، ونلعب على اخطاء الفريق المنافس، ونستغل الكرات الثابته نوعا ما بتريحنا وبتختصر علينا مسافات كثيره. احنا امكانياتنا واضحه داخل ارض الملعب، وبنعتمد على التحولات السريعه من خلال الكاونتر اتاك. وايضا بعتقد انه الكابتن جمال سلامي يعني تقريبا نوعا ما ريح موسى التعمري من المهمات الدفاعيه نوعا ما، واعطاه الافضليه من الناحيه الهجوميه. مع علي علوان بعتقد انه نستغل قلبين الدفاع. بن سبعيني اعتقد انه راجع من الاصابه فتره ماضيه وهو نجم كبير. اعتقد عيسى مندي ممكن 1 ضد 1، اعتقد اذا موسى التعمري بضغط عليه بشكل كبير 1 ضد 1 ممكن ياخذ بالسرعه. فبالتالي عندنا نور الروابده، نزار رجدان. شوف لاحظ حتى نرجع لك لمباراه النمسا، شوف لاحظ معدلات الجري عندنا عالي جدا. نور الروابده
قطع ما يقارب 13 كيلو 200 متر داخل ارض الملعب. علي علوان دقه التسديد كانت عاليه جدا، نسبه اعلى من ميسي في مباراه الارجنتين. يزن العرب اعتقد 19 كره قطعها خلال يعني مؤشرات جيده. قطعنا يعني مباراه جيده امام النمسا، بعتقد مجهودنا مضاعف امام الجزائر، ولكن احنا اكثر واقعيه. انا بشوف احنا اكثر واقعيه، اكثر جديه، مش مستعجلين كثير على انه على ردات الفعل. بعتقد انه منتخبنا عنده صبر كثير في هاي المباراه، وان شاء الله نستغل الكرات الثابته زي ما حكيت اللي ممكن تختصر علينا مهمات ومسافات كبيره. لانه منتخب الجزائر بامانه من الناحيه الهجوميه لديه مجموعه كبيره من اللاعبين، وهم بيمتازوا في ميزه واحده، استغلال الفرص دائما، وبيلعبوا على اخطاء الفريق المنافس. عندنا اخر شيء ممكن لازم ننبه عليها دائما كمدربين، دائما بنقول الرقابه الفرديه داخل خط ال 18 مهمه جدا. حقيقه لازم الرقابه الفرديه داخل خط ال 18 تكون عاليه المستوى، ونلعب بمبدا الامان، وحتى بدون فلسفه زايده، او حتى بدون الاخطاء امام يزيد ابو ليلى. ان شاء الله يا رب. كابتن بس شوف، انا ما راح اتكلم فنيا، يعني الكباتن الله يعطيهم العافيه حكوا الامور الفنيه كامله، لكن انا احساسي يعني انا بقول انه احنا الاردن ان شاء الله بنسبه 99% فايزين على الجزائر. اللي بدي احكيه اسباب بسيطه. اولا اللاعب الاردني سر هاي النسبه العاليه كابتن جدا. شو السر؟ هلا بحكي لك. اولا احنا اللاعب الاردني الجميل جدا انه مستفز كويس. هم تم الاستفزاز للاعب الاردني، وبتذكر الكابتن موسى التعمري رد عليهم، وهذا الجو العائلي اللي موجود في المنتخب الوطني. وانا اعتقد انه الان موسى شغال على هذا الموضوع من قبل كاس العالم مش من الان. الامور الفنيه اللي انا بدي احكي فيها طبعا ما بصير انا احكي، لكن قراءتي للمنتخب الجزائري اللي كان امام الارجنتين اعطاهم الملعب. الارجنتين لعب على الكرات المرتده واعطاهم الملعب، وممكن معظم المباراه بعض اللاعبين الارجنتين كان يتمشى، يعني مش بهذيك القوه اللي احنا بنحكي فيها. طبعا مش استهانه بالمنتخب الجزائري، لكن هي ثقه بقدرات الكابتن السلامي بالتعليمات اللي اعطاها للاعبين. انا متاكد. طبعا انا نطيت ال 99% بس لسببين. اول سبب لخوفي من الاخطاء الفرديه او الكرات الثابته. اذا احسناها ان شاء الله المنتخب الاردني راح يحقق نسبه الفوز 99% على الجزائر. وان شاء الله انه الكابتن سلامي طبعا لانه بيعرف خبايا الكره الجزائريه وقريب منهم، كونه مع المغرب دائما في منافسات وفي كذا. اللاعب الجزائري بطبيعته دائما استفزازي، يعني اللاعبين نحن الهدوء تبعنا اللاعبين اللي بيمتازوا فيه لعيبتنا ممكن يستفزهم اكثر من راح يخرجهم من الجانب الذهني او الجانب التكتيكي اللي هم بيمتازوا فيه. فان شاء الله يعني قلت لك انا ما بقدر احكي بالامور الفنيه، لانه اكيد يعني الكابتن سلامي ثقتنا فيه كبيره. اختصرت كل الامور الفنيه كابتن. وهو يعني هو قادر على ان شاء الله وصول المنتخب ان شاء الله في نهايه المباراه هاي الى الفوز ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. كابتن اخيرا كابتن ان شاء الله انه تكون الامور ايجابيه. انا بطلع على المباريات من قبل كاس العالم، مباراتنا مع سويسرلاند، مباراتنا مع كولومبيا، مباراتنا مع النمسا. شايف المنتخب انه عماله بيكسب اكثر ثقه 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 ثقه، وعماله بيعمل اشياء كثير كويسه ممتازه، سواء لما يكون معه الكره وسواء لما ما يكون معه الكره. اللي عجبني اكثر حاب انه ان شاء الله نشوفه بالمباراه القادمه امام الجزائر، انه لما يكون معه الكره ويحاول يبني، انه شفنا انه لاعبيننا قادرين على البناء، بيقدروا يبنوا من خط لخط، من زون لزون، من لين للين. بنقدر احنا نستحوذ على الكره، نجبر الفريق الجزائري خاصه باول 15 20 دقيقه حتى 30 دقيقه، بتكون اللياقه البدنيه عاليه، بامكان عندنا لاعبين كويسين عندهم الكواليتي، التكنيكال كواليتي، انهم يكونوا ممتازين. واكثر من فرص في مباراه كولومبيا والنمسا لما يلعبوا كره من المرمى بيوصلوا بسلاسه لعلي علوان لموسى التعمري عود الفخوري، اللي ان شاء الله انه نامل انه علي علوان وموسى التعمري انه يكون في لاعب الثالث لما نلعب احنا ب3-4-3، سواء كان مرضي او سواء كان عود الفاخوري، انه ياخذ شويه من الضغط عن اللاعب هذا، وانه يكون في تعاون اكثر بين الثلاثه الهجوم، ليحاول ياخذ ويعطي مساحه
لعلي علوان وموسى التعمري انه يكون واحد ضد واحد. يا رب ان شاء الله. هذا هذه لانهم هم هذول اللاعبين اثنين مبدعين بهاي الامور، اعطي مساحه واعطي واحد ضد واحد، حتى واحد ضد اثنين مع علي علوان وموسى التعمري اظن قادرين نسجل في هاي. يا رب. بالدفاع بس انا حاب احكي شغله الدفاع عندنا لما نيجي عندنا يكون بمنطقنا بالزون الثالث، الكرات القصيره اللي بيلعبها الفرق وخاصه الفرق اللي بتلعب بتكنيك عالي وبتكتيك عالي، لا نكون احنا رياكتيف في شيء عندنا بنسميه احنا رياكتيف واكتيف، انه اللاعب لا يروح ورا الكره ونشوف الكره عمالها بتتمرر لانه اكثر من مره بمباراه النمسا لما خط الثاني خط الوسط يكون عماله بيلحق ورا الكره الفراغات بتصير. وكان الجول اللي سجله لاعب النمسا من برا هي كانت من الجهه الشمال، باصات خط الوسط ما ساعد بحمايه المساحه، شاهد وضل طالع. فان شاء الله نشوف الكامباكت ديفنس اللي موجود بال5-4-1 انه يكون دائما المساحات موجوده، البالانس يكون موجود بين الخط الاول والخط الثاني والخط الثالث، وخليهم يلعبوا برا، وان شاء الله تكون واحد ضد واحد، يكون الكفرج موجود ونحاول انه ناخذهم. وان شاء الله باول ربع ساعه 20 دقيقه نقدر نسجل. اذا سجلنا خربطت الامور تبعت الجزائر كامله، وانا ان شاء الله اذا اعطت الفرصه والثقه عند الشباب، وانا متاكد انه الكابتن السلامي بيقدر يشوف هاي الشغلات، انه بامكاننا ان نشوف. وزي ما حكى سيدي سمو ولي العهد انه انتم رايحين استمتعوا، خلي الثقه عندكم كبيره، جاروهم، خلي الكره برجلك، لما يكون معك الكره خلي الكره برجلك والعب. شكرا كابتن ايمن الذي قدم في نهايه هذه الحلقه. شكرا كابتن ديان، شكرا كابتن انس، شكرا كابتن نماهر، شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه. تحيه مني لكم والى اللقاء.